أشرف بن شرقي جاهز وبقوة لمباراة اليوم أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وتذاع المباراة على قناة أون سبورت الرياضية. أحمد عبد القادر مصمم إنه ياخد 40 مليون جنيه من الأهلي للتجديد، ومش هيرجع في كلامه عن الرقم ده، وبيراميدز مستنيه على نار لو رحل عن الأهلي. حرص يستروب على تنفيذ العديد من التدريبات التخصصية قبل أن ينهي المران بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين بعد انتظام الدوليين في التدريبات خلال الساعات الماضية. أنهى نادي برشلونة تفاصيل الاتفاق الأخير مع اللاعب حمزة عبد الكريم، وينتظر الإعلان عنه خلال الأيام القادمة. الصفقة عبارة عن إعارة حمزة عبد الكريم لبرشلونة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشرائه بمبلغ لا يتجاوز 3 مليون يورو، بالحوافز قد يرتفع المبلغ ل 5 مليون يورو. والآن يتبقى أن يعلن الناديان عن الصفقة رسميا، وأن يسافر حمزة إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي قبل الانضمام للفريق. خطاب فالنسيا للتعاقد مع اللاعب أليو ديانج. أولا سيحصل النادي الأهلي على مبلغ 500 ألف يورو، هتدفع على قسطين، القسط الأول بعد أسبوع من التوقيع الرسمي على العقد، القسط الثاني في نهاية الموسم الحالي من شهر يونيو. ثانيا يتضمن العقد ملحقا إضافيا لمدة عامين يحدد إطار التعاون بين الناديين، بما في ذلك فعاليات أنشطة رياضية مشتركة على المدى القريب أو البعيد، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. كشف مصدر مقرب من اللاعب الأردني عودة الفخوري نجم منتخب الأردن ونادي الحسين عن دخول نادي بيراميدز بقوة في مفاوضات ضم اللاعب الذي يعد أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي. وأكد المصدر أن عرض بيراميدز المالي أعلى بكتير من عرض الأهلي، لكن اللاعب يميل أكثر للانضمام للأهلي، مما يمنح الأهلي الأفضلية للتعاقد مع اللاعب. وأكد المصدر أن الساعات المقبلة قد تشهد حسما نهائيا للصفقة. تلقى محمود كهربا رفضا من 3 أندية مصرية، وهي الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري، فقد أغلقت إدارة الزمالك الباب أمام عودته بسبب الخلافات السابقة مع اللاعب، فيما رفض يستروب المدير الفني للأهلي عودة كهربا للقلعة الحمراء. كما أبدت إدارة الاتحاد السكندري عدم حاجتها لخدماته، مفضلة التعاقد مع الثنائي ناصر منسي وأحمد حمدي من الزمالك، وبذلك يبقى مستقبل كهربا في الدوري المصري غير محدد، وسط تكهنات عن إمكانية انضمامه لفريق كهرباء الإسماعيلية، إلا أن الموقف لم يتضح حتى الآن. ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية أن الصندوق السعودي يتحرك بقوة من أجل التعاقد مع محمد صلاح في شهر يناير. وأضاف المصدر أن فينيسيوس جونيور يعد هدفا استراتيجيا آخر للصندوق في إطار خطته لتعزيز قوة الدوري السعودي وانضمام نجوم من الطراز العالمي خلال الميركاتو الشتوي. وأشارت الصحيفة إلا أن القدرة المالية لإتمام صفقتي صلاح وفينيسيوس قد تعزز من احتمالية رحيل عدد من الأسماء البارزة عن الدوري السعودي، أبرزهم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، ورياض محرز نجم الأهلي السعودي، وساديو ماني لاعب النصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام صفقات كبرى جديدة. أكدت مصادر أن حسام حسن يفكر بشكل كبير في ضم اللاعب عمر فايد المحترف في الدوري البرتغالي خلال معسكر مارس من أجل تقييمه فنيا خلال المباريات المقبلة التي سيأخذها الفراعنة استعدادا للمونديال. وكان عمر فايد أحد أهداف النادي الأهلي لضمه في الميركاتو الشتوي، إلى أن اللاعب قد رفض بشكل نهائي فكرة العودة للدوري المصري، مفضلا استكمال رحلته الاحترافية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.